في مثل هذا اليوم 2 فبراير عام 1960 طلب البرلمان من الحكومة قطع كافة العلاقات مع فرنسا احتجاجا على التجربة الذرية التي أعلنت عزمها على تنفيذها في صحراء الجزائر. وجاء ذلك بعد يوم واحد من خروج مظاهرات في طرابلس ومصراتة والخمس والزاوية استنكارا لما ذاع من أنباء الإعداد للتجربة. وكانت مظاهرة طرابلس هي الأولى التي تشارك فيها المرأة الليبية في تاريخها ممثلة في طالبات المدارس. وقد سار المتظاهرون هاتفين بحياة الجزائر والثورة الجزائرية ورافعين صورة أحمد بن بلة من ميدان الشهداء حتى مدرسة طرابلس الثانوية حيث ألقي بيان المتظاهرين. وطالب المتظاهرون الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع فرنسا وتأميم الشركات الفرنسية في ليبيا والسماح للمتطوعين الليبيين بالالتحاق بجيش التحرير الجزائري. وكان من أبرز داعمي هذا الحراك من السياسيين النائبان بمجلس النواب الأستاذ علي مصطفى المصراتي والشيخ محمود صبحي. وفي 13 من فبراير أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها نفذت عملية اليربوع الأزرق بأن ألقت قنبلة نووية بمنطقة رقام بالصحراء الجزائرية، وأن غبارها المتساقط لم يصل إلى المناطق المأهولة بالصحراء.